اهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. لو اول مرة تشوف قناتنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تتابع تغطية خاصة للكرة المصرية والكرة العالمية والمحترفين يوميا في قناتنا. يلا بينا نبدأ باخبار الاهلي. إصابة حمودي بكدمة قوية في الأنكل بعد تدخل عنيف من إسلام محارب في تدريب الأهلي نعالج الأزمات في صمت. وليد سليمان يغيب لمدة شهر فقط عن الأهلي وإصابته لا تحتاج لتدخل جراحي. الأهلي يسافر إلى الإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة المقصة في الدوري. الأهلي يعلن جاهزية جورالدو لمباراة وادي دجلة يوم الاثنين المقبل. مصر المقصة يرغب في ضم لاعب وسط الأهلي أكرم توفيق. أخبار الزمالك يقيد بوطيف في قائمة المحلية والأفريقية قبل مباراة بيراميدز بعد وصول البطاقة الدولية. أمير مرتضى جروس قرر انه لا يحتاج صفقات جديدة. تركي آل شيخ يقرر صرف 250 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب في بيراميدز في حال الفوز على الزمالك. حازم إمام الزمالك المرشح الأقوى للكونفدرالية. المصري البورسعيدي شيكابالا الأقرب لنا. رسميا بيراميدز يعلن عن صفقة المفاجأة كريستيان بيفانتي قبل مباراة الزمالك. كهربا يكتفي بالتدريب في الجيم في مران الزمالك. مصطفى فتحي يشارك في التدريبات الجماعية ويعلن جاهزيته لمباراة بيراميدز. جنش يكتفي بمشاهدة التمرين من خارج الملعب. أخبار المحترفين تريزيجيه يشارك في هزيمة قاسم باشا في الدوري التركي. محمد صلاح يتواجد بالتشكيل المثالي للجولة 23 من الدوري الإنجليزي حيث يحصل على تقييم 8.7. أسطورة ليفربول يحذر محمد صلاح من تقرير غوتس سواريز. أخبار عالمية رسميا برشلونة يعلن التعاقد مع بوتينج. أرسنال يتواصل مع وكيل خميس رودريجيز لضمه للفريق. محاولات جديدة من باريس سان جيرمان لخطف دي يونج من برشلونة. الحكم بالسجن والغرامة على رونالدو في قضية التهريب الضريبي بأسبانيا لمدة 2 مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 18 مليون يورو. لجنة الاستئناف ترفض شكوى ليفانتي وتقرر استمرار برشلونة بكأس الملك. ريال مدريد يحضر صفقة تبادلية للتعاقد مع إريكسن لاعب توتنهام. فيليب لويس يتعجب من عدم فوز ميسي بالكرة الذهبية في 2018. كارثة جديدة في البريمير ليج. أنباء عن تحطم طائرة على متنها مهاجم كارديف الجديد الأرجنتيني سالا. ليفربول وبرشلونة يتنافسان على ضم البرازيلي ليتا لاعب أتلتيكو مينيرو. أتلتيكو مدريد يعلن إصابة كوكي وشكوك حول لحاقه بمباراة يوفنتوس. برناردو سيلفا جاهز للتجديد مع مانشستر سيتي. تقارير صحفية إسبانية مارسيلو يطلب الرحيل من ريال مدريد. تقارير هولندية تؤكد برشلونة الأقرب لضم دي يونج. تعالوا ناخد بقى جزء من أسئلة حضراتكم، وبفكرك لو سؤالك ما جاش في الحلقة اكتب تحت في الكومنت وإن شاء الله هرد عليك. الأهلي هيغير الجهاز الطبي للفريق؟ لا، مفيش تغيير، وتم رفض الاستقالة بتاع الدكتور خالد محمود، بس في تطورات كتير هتحصل الفترة دي في الفريق من الناحية الطبية. بعد الأجهزة الطبية اللي المجلس اشتراها بنسبة كبيرة هتقلل عدد الإصابات جدا وهتساعد الطبيب في حاجات كتير. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. المباراة هتبقى يوم 30 من شهر 3 الساعة 7 مساء، والأقرب لاستضافة المباراة ملعب برج العرب، والمباراة هتكون بدون جمهور. مباريات الأهلي والزمالك القادمة وموعدها: الأهلي ومصر المقصة يوم الخميس الساعة 5 مساء. الأهلي ووادي دجلة يوم الاثنين 28/1 الساعة 8 مساء. الأهلي وسيمبا التنزاني يوم السبت 2/2 الساعة 9 مساء. الأهلي وإنبي الثلاث 5/2 الساعة 6 مساء. الأهلي وحرس الحدود 8/2 الجمعة الساعة 6 مساء. الزمالك وبيراميدز الخميس الساعة 8 مساء. الزمالك والمقصة الثلاث 29/1 الساعة 8 مساء. الزمالك وغرمية الكيني يوم الأحد 3/2 ولم يتم تحديد الساعة حتى الآن. الزمالك والنجوم الأحد 9/2 الساعة 6 مساء. الزمالك ونصر حسين ضاي 13/2 لم يتم تحديد الساعة حتى الآن. وبكده تكون حلقتنا انتهت. وبس قبل ما تخرج من الفيديو ما تنساش تشاركنا برأيك وتقول لنا مين اكتر صفقة في الصفقات اللي الاهلي تعاقد معاها هتصنع الفارق مع الاهلي. وبكده تكون حلقتنا انتهت ونشوفكم في حلقة جديدة.